وانا قاعد كده بتفرج على المسلسل اللي عاملاه هادية غالب عن قصة حياتها وبيحكي نجاحاتها والمشاكل اللي هي واجهتها، نطت في دماغي فكرة. عارف الناس، يعني في نوعية ناس كده معينة، يعني معظم اصلا الناس اللي هو طبيعي احنا بشر المفروض نعمل كده اصلا، اللي هو ما بيصدقش الحاجة اللي ما يشوفها. يعني بتحكي له مثلا موقف يقول لك لا اشوف بعيني يا باشا اصدق، ما شفتش بعيني ما صدقش. فاهم؟ يعني الناس دي لازم يعني لازم تشوف الحاجة بعينها اصلا عشان تصدقها، غير اما يسمعها. يعني لو سمع منك حاجة ممكن يصدقك لو انت حكيت له قبل كده حاجات كتير واثبتت ان هي صح، ممكن يصدقك. انما لو انت اول مره تحكي له او لو انت اول مره تتكلم معاه، عمره ما هيصدقك، او هيصدقك بس لغايه اما يتاكد. فاهم؟ نوعيه الناس اللي اتكلمت عليها دي، يعني دي حاجه منطقيه ان انت لازم تشوف الحاجه بعينك عشان تصدقها. لا، في نوع اوسخ بكتير واوسخ وادل. النوع ده ايه بقى يا باشا؟ النوع ده عايزك تسمع. يعني هو عايز يحكي لك، طب ما انا شايف بعيد. لا، ما تشوفش بعينك، انت تسمع اللي انا بقوله لك. اللي انت شايفه ده كله مش حقيقي، سي جي اي. اسمع بقى اللي انا بقوله لك، هو ده الصح. ومش مطلوب منك تسمع بس، يعني انت شايف، تقفل عينك وتسمع اللي هو بيقوله وتصدقه. يعني المشكله الاكبر ان انت مطلوب منك كمان تصدقه وتتعامل على الاساس ده. فاهم؟ نوعيه البشر دي بجد حاسس ان مسلم، مسلم الانسان، يعني مش مسلم اسم الفاعل، لا مسلم اللي هو مسلم، يعني انسان اسمه مسلم، مش اسم الفاعل اللي هو انسان بس، لا. فاهم؟ اللي هو غنى اغنيه هصدقك واكدب عينيا، ده انت شفت اجمل ما فيا. هصدقك واكدب عينيا. طبعا انا دخلت في الحلقه على طول طبعا من غير ما اعتذر على غياب ولا حاجه، لان هو ده اللي موجود عندي يا باشا. انا دلوقتي شغال شغلانه ثابته ب 1600 جنيه وباخد وجبه ربع فرخه على الغدا والمواصلات عليا. يعني انا اصلا اليوتيوب ده ما يفرقليش في حاجه، يعني اصلا اليوتيوب دلوقتي بيقبض بالجنيه، فهو ما يلزمنيش يا حبيب قلبي. انا هنزل فيديوهات كده واللي عاجبه اهلا وسهلا، مش عاجبه يا باشا انا اي دونت جيف ا شيت، مش مهتم يا باشا. خلاص بص يا باشا، معايا كوبايه الشاي اهي من مرتبي ل 1600 جنيه ولسه واكل الوجبه من شويه. انا مش فارق لي اصلا، انا مش بايع على الدنيا اصلا. اليوتيوب كله يا جدعان ده تصوير، دي فلوس تصوير. المهم يا شباب ويا بنات، الانستجرام بتاعي في الوصف يا بنات. الشباب لا، ما فيش انستجرام في الوصف. بما ان هادية غالب هي اللي جابت الفكره في دماغي، فانا هبدا بهادية غالب. ده نوع من انواع التقدير المهني، انت ما بتفهمش عنه اي حاجه، لان انا بعمل لها فقره دلوقتي ان هي تحطها في الحلقات الجايه في الرياليتي شو بتاعتها، تحطني كده ضمن اعداء النجاح، يمكن اتشير شويه ولا حاجه. يا لهوي على الدنيا، انا بعمل فيديو عن هادية غالب، يا نهار اسود. بصراحه يا شباب، يعني بصراحه ربنا، يعني انا اول مره اشوف هادية غالب اصلا. يعني يمكن شفتها في ريلز ولا حاجه، كنت بقلب على طول، عارف انت لما بلاقي حاجه عن الهطل ده على طول. فاول مره اشوف هادية غالب كشخصيه يعني واعرفها كانت في برنامج ذا بلايند ديت شو. وطبعا اول انطباع خدته عنها ان هي شخصيه سطحيه، ما عندهاش ثقه بالنفس، بتكسب ثقتها في نفسها من الكام مايو اللي بتبيعهم اللي هو شغلها، يعني بني حياتها كلها على شغلها. المهم ان هادية غالب ما واجهتش، يعني ما اعتقدش ان هي واجهت في حياتها مشاكل ان هي توصلها للنضوج الفكري. يعني عارف انا لما بشوف انسان عاقل كده، يعني اللي هو ناضج وبيفهم وبيعرف يتكلم وبتاع، يعني بقول تسلم ايد اللي فشخك في افكارك يا اخي. اذا كان ابوك، اذا كان امك، اذا كان البت اللي انت كنت مصاحبها، اذا كان الواد اللي انت مصاحبه، يعني تسلم ايده ان هو فشخك وخلاك ناضج كده ومستوي. المهم بقى، يعني اللي انا قلته ده كله، ده الانطباع الاولي اللي انا خدته عن هادية غالب. ان انا كنتش لسه اعرفها، ده انا يا دوب بس الكام دقيقه دول هم اللي عرفوني الانطباع الاولي. ده طبيعي ان انت ما بتشوف اول انسان بتاخد عنه فكره اللي هو بقى ايه لغايه اما تعرفه وتتعرف عليه بقى. فاهم؟ فبعد ما هادية غالب عملت المسلسل بتاعها اللي هو الرياليتي شو بتاعها عن المشاكل والصعوبات اللي واجهتها في حياتها، ولاول مره في حياتي يخذلني الانطباع الاولي اللي باخده عن الناس ويطلع كله صح. تعبت قوي من الناس اللي بتديني شلاليت يا عمر. يعني هي دي بقى النقطة اللي أنا بتكلم عليها، إن هادية غالب في الرياليتي شو والمسلسل اللي هي عاملاه بتحاول بشتى الطرق إن هي تثبت لك إن هي رائدة أعمال قد الدنيا، فاشون ديزاينر، أوه ماي جاد. من غير حلفان بس عادي، انا شايف كل حاجه بعيني. انت وريتيني بقى، انت مش محتاج اصلا تتكلمي، يعني كفايه اللي انا شفته. هصدقك وكذب عينيا حاضر. في مشكله تقولي لي المشكله اهي والسولوشن بتاعها اهو. اصل بجد الموضوع يعني ان هي تفرض عليا قصه نجاح بدات
بنص مليون دولار او مليون دولار على ما اعتقد، مش عارف المبلغ كان كام بالظبط، بس الفكره ان هو بالدولار وفوق ال 100,000 فاهم يعني. اصلا انا لو معايا مليون دولار انا هشتغل ليه اصلا يعني؟ انا المليون دولار ده التارجت بتاعي. انت متخيل ان انا لو معايا مليون دولار خلاص انا مش عايز حاجه تانية اصلا من الدنيا فاهم؟ معايا مليون دولار خلاص، مليون دولار اضرب كده مليون دولار في 1600 جنيه في وجبه، اجمعهم في قد ايه دول؟ انت فاهم التارجت بتاعي انا مليون دولار. تخيل ان هي بادئه، عارف مثل ايه، بوست على فيسبوك كده كان بيقول لك احنا بادئين من الصفر وهي بادئه من 6 صفار. ده حقيقي بجد، احنا بادئين من صفر وهي بادئه من 6 صفار او 5. حاجه مضحكه فشخ. فكون ان هي اصلا تحاول تثبت ان هي كده يعني اي حد يحاول يثبت لك حاجه ان هو انت مش شايفها بعينك هيتاكد ان هو كذاب، لان هو لو كان كده كان هيبان عليه من غير ما يتكلم اصلا. هو ده اللي انا بحاول اشرحه بالظبط، لان انت مش محتاج تقول اصلا ان انت ايه فاهم، لان اصلا الناس معظمها اصلا فضوليه بطريقه رهيبه ان هي تتطفل على حياتك وتعرف انت عايش ازاي وجبت ايه وبتعمل ايه امبارح وبتعمل ايه النهارده فاهم يعني. فكده كده انت لو قعدت مع الناس وقلت لهم حاجه هم عارفين الصح والغلط، لان هم اوريدي تطفلوا على حياتك والفضول قتلهم عشان يعرفوا انت بتعمل ايه. كده كده الناس عارفه انت بتعمل ايه وانت على ايه وانت مين وانت ازاي. فانت لو قعدت وتتكلم مع حد هو كده كده عارف الحقيقه من الكذب وانت سايبك عمال تقري في المهري ده. لو انت بتقول الحقيقه يعني الحقيقه اللي هي المهري، ما بالك اصلا لو انت بتكذب بقى، يا نهار اسود. وبس كده فقرة هادية غالب، يعني الجزء اللي كنت بتكلم فيه عن هادية غالب والرياليتي شو بتاعها انتهى. ودي طبعا هادية غالب صاحبة الفكرة، فانا هنسب الفكرة يعني الفكرة دي كلها منسوبة للفنانة القديرة هادية غالب. ولو عايز تاخد الارباح بتاعتها انا ما عنديش مشكلة، هتلاقيهم 5 سنت او حاجة، فانا ما عنديش اي مشكلة طبعا، لان هي اللي الهمتني. انا بحب الالهام، انت فاهم ان انا انسان ملهم ملهوم، انت فاهم؟ ولا انا لازم كل شوية اقعد اقول لك ان انا انسان جامد فشخ وبتاع فاهم؟ بس الحاجات دي ما بتتقالش يعني، هي بتبان كده على الانسان فاهم؟ صدقني ولا ايه؟ قول الصراحه، صدقني وكذب عينيك عادي. تاني نوع بقى من الناس اللي زي كده، يعني هم ايه انواع، وكل نوع في حته معينه فاهم؟ فتاني نوع في حته العلاقات ده انا هتكلم عليه لان انا عارفه كويس قوي، اكيد انت كمان عارفه. النوع التوكسيك، النوع الولد التوكسيك اللي انت بتصاحبيه او البنت التوكسيك اللي انت بتصاحبها. او انت يا ابني اتجننت كده من شويه؟ ما اكيد من السبب الانسان التوكسيك ده. الانسان التوكسيك ده بقى ايه يعني؟ انا هحكي يعني كانسان متكسك، عارف اللي هو التوكسيك فاعل عليه فاهم؟ انا انسان متكسك. الانسان التوكسيك ده يجي لك مثلا يقول لك انا بحبك وبموت فيكي وبتاع، وانت مراتي يا بت انت مراتي، مالك في ايه وبتاع، ويا بت احنا ملناش الا بعض وهنعيش في تبات ونبات وبتاع. هوب اختفى 3-4 سنين، راجع بعد 3-4 سنين يقول لك ازيك وبتاع، هو معاه بنت صغيره جنبيه اتجوز وخلف المعلم وهو مختفي بقى 4 سنين وانت قاعده مستنياه يا متخلفه. يرجع بعد 4 سنين يقول لك ايه يا حبيبه قلبي الكلام يا بنت، انا مش قلت لك انت مراتي يا بنت؟ هصدقها حاضر، ما هو باين ان انا مراتك وبتاع، غبت 4 سنين ايه ده بنتك دي ولا ايه، مضاف اليه دي ولا ايه؟ هصدقك واكدب عينيا حاضر، انت راجع تتجوزني وهنعيش في تبات ونبات ونخلف صبيان وبنات. طبعا هي يعني الانسان المتكسكه يعني هي بتصدق طبعا، بتصدق اللي قدامها وبتكدب عينيها عادي ولا اي مشكله. يعني انا بعمل الحلقه دي اصلا كلها على الفاضي، لان انا ممكن عادي اصدق الانسان التوكسيك اصدقه، انما اي حد تاني ما صدقوش واكدب عينيا، لا اي حد تاني بعينيا، انما الانسان التوكسيك بقلبي. والله اللي انا عايزين ضرب الجزم الدواء. وانا بصراحه كنت ناوي اختم الحلقه على كده، بس بما اني غايب بقالي شهرين يعني، وكنوع من انواع تقدير الكونتنت كرييتور للمتفرج بتاعه هحط لكم نوع كمان كادو من عندي. خلي بالك عشان الفلوس، انا اصلا مش بقول لك 1600 جنيه خلاص بقى الحوار ده بالنسبه لي خلاص. Here comes the money. Here we go. النوع طبعا ده اللي هو عايزك تصدق وتكدب عينيك. الشباب اللي هي شغاله في محلات هدوم، مش محلات هدوم عاديه، محلات هدوم براندات، اللي هو اقل تيشيرت فيها 5000. لازم ان انا قلت لك 1000 وما قلتلكش 5000 جنيه اهم يا صاحبي، عشان دول ممكن تاخدهم من اديداس وتروح، لا انا بقول لك 5000. يو اندرستاند وات ام سي؟ المشكله مش هنا، المشكله اصلا ان انت لو تهفت في دماغك وفكرت تدخل براند من دول. انا بشوف البراند كده من بره جبرت على كده يا باشا، اطلع بقى على الشاذ يا بضع. انما لو انت تهفت في دماغك وقررت ان انت تدخل المحل تضيع مرتب 3 سنين ونص في ان انت تجيب بيت شيرت، انا ما عنديش اي مشكله يعني. عندي طبعا مشاكل كتير بس دي فلوسك وانت حر فيها. لو دخلت بقى وتلاقي الواد يا عيني وهو بيحاول يقنعك
هو بيقبض 1600 جنيه ووجبه زيك بالظبط، بس هو يعني ان هو بيشتغل عشان يبيع لك التيشيرت، فاهم؟ فهو يقعد يقول لك صاحبي ده اخر تيشيرت في الكوليكشن كله، يعني ده يعني التيشيرت ده اصلا ما نزلش غيره في الكوليكشن، فاهم؟ وانا كنت مداريه كده وبتاع عشان اخده لنفسي، بس والله يا انت زي اخويا وبتاع، وواحد وخامته ما فيش منها 2 وبتاع، فاهم؟ انا يعني انت شايف قدامك تيشيرت خامه ورق عنب، يعني هو لو سابه اصلا متعلق شويه هيدبل ويدوب لوحده، ما بالك ان انت لو حطيته في الغساله بتاعتك اللي هي حط فيها الهدوم في الحمام، تيجي لك اوضه النوم تقول لك يا باشا انا خلصت غسيل، فاهم؟ مش هينفع. هو تيشيرت خامه ورق بفره، بس هو عايزك تكذب اللي انت شايفه وحاسه، يعني انت شايف وحاسس، لا كذب عينيك يا باشا وخد التيشيرت ده ب 5000 جاست 5000 بس. المشكله مش هنا، المشكله ان هو لما انت ما اقتنعتش مش عاجبك التيشيرت، انت شايف ان هو خامه ورق عنب ومش عايزه، يبص لك بس انا عارف ان هو انت عارف ابن يا ابني انا يا ابني احنا زي بعض، حس بيا، عارف فيلم اكس لارج، احنا تخان زي بعض يا ابني، في ايه يا عم؟ بجد 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 البصه اللي هو بيبصها لي، البصه المعصه دي هي اللي بتضايقني بجد. يا ابني يعني انا بقبض 1600 جنيه في وجبه، انت بتقبض 1600 جنيه والمدير بينزلك كل خميس تشتغل في المخزن يا عشان يقبضك، مفيش وجبه حتى، فاهم الفرق ما بيني وبينك؟ انا احسن منك بكتير يا كلب يا ابن بص اوعى تصدق نفسك يا ابني، اوعى. وبس كده يا شباب، الحلقه دي خلصت، بس حاسسها حلقه يعني يجي منها قماش كتير، فاهم؟ الخامه نظيفه، الخامه بتاعتها نظيفه، ولا ايه رايكم؟ يجي منها حلقتين 3 كمان على الاقل اعتقد. وبس كده يا شباب، عشري بقى ابراهيم، ما هو صنف واحد بس الحريم تلبت اخلاقه. انا مجدي الزهار. عشري خان ابراهيم، ما هو صنف واحد بس الحريم تلبت اخلاقه، انا اسمي يدوق طعم الحريم. انا ديدبول يا جدعان، انا ديدبول يا باشا، صدقني وكدب عينيك. عشري خان ابراهيم.